تعالوا نعمل مكرونة بالوايت صوص بصدر فرخة واحد. تحفة جدا وأسهل طريقة للمكرونة بالوايت صوص هتشوفوها، وكله في طاسة واحدة وبدون كريمة طهي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة مية بتغلي على النار، حطيت فيها ملح وبعدين ضفت فيها المكرونة. ده كيلو إلا ربع مكرونة عشان أنا هعمل كمية كبيرة. بسيبه يغلي وتستوي 3/4 سوا، وحتى لو استوت معاكي خالص ده عادي يعني. وده صدر الفرخة اهو، كان عندي في الفريزر. بقطعه بقى مكعبات اهو. بقطعه مكعبات صغيره عشان يقطع معايا كتير. وبعد ما بقطعه زي ما انتم شايفين قطعته كله، بحط عليه معلقه ملح صغيره. دي معلقه صغيره ملح، ومعلقه فلفل اسود صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده. وبقلبهم فيه، انا مش بركن ولا اي حاجه. باجي في طاسه على النار، حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت، وبشوح فيها الفراخ اهو. مقطعها صغير عشان تبقى كتير، يعني الصدر يطلع معاكي كتير. بعد ما شوحته خد لون معايا بسيط، بطلعه بقى من الطاسه، وباجي في نفس الطاسه بحط بصلايه صغيره مفرومه ناعم، مفرومه ناعم جدا. بعد ما بتدبل البصله بحط معلقتين كبار دقيق من المعالق اللي احنا بناكل منها، معلقتين كبار، وبقلب فيهم كده الاول ما ريحه الدقيق تطلع. بنزل بكوبايتين لبن كبار وكوبايتين من ميه سلق المكرونه، ممكن تعمليه لبن خالص.